كان لي الشرف أن قدمت خلال مجلس وزراء اليوم عرضا حول تقييم استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة للمصائد البحرية 2020-2024 التي شكلت الإطار المرجعي لأنشطة القطاع خلال السنوات الخمس الماضية. وقد مكن هذا التقييم الذي يندرج في إطار توجه الحكومة القائم على المساءلة والشفافية والتحسين المستمر للسياسات العامة من إجراء فحص دقيق للتنفيذ الاستراتيجي وتقييم مدى إنجاز الإجراءات المبرمجة والنتائج المحققة، كما حدد المعوقات التي وجهت سواء كانت داخلية أو خارجية. فعلى مستوى المكاسب أظهر هذا التقييم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة والهيكلية، من أبرزها مثلا تحسن الأداء الاقتصادي والمالي، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية تحسنا مضطردا خلال هذه الفترة، فقد بلغ إجمالي الكميات المصطادة مثلا سنة 2024 واللي هي السنة الأخيرة ما مجموعه 1,005,385 طن سنوي تمت اصطيادها سنة 2024، وتجاوزت الصادرات 746,000 طن في نفس السنة بقيمة بلغت أكثر من 41 مليار أوقية جديدة. واستقرت المساهمة المباشرة في الإيرادات العامة للسنة المنصرمة في حدود 8.4 مليار أوقية جديدة. أيضا تعزيز التسيير المستدام والمعقلا للموارد السمكية، حيث تم إعداد وتطبيق خطط صارمة لتسيير وإدارة المصائد الرئيسية كالأخطبوط وأسماك السطح الصغرى، مما أتاح توزيعا أفضل لجهود الصيد وأدى إلى العودة إلى الربحية من خلال استئناف صيد أنواع من الأسماك كانت قد اختفت في المناطق البحرية. التحسن أيضا الكبير في الأداء الاجتماعي للقطاع، حيث ارتفع عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة من 226,000 في عام 2019 إلى 302,735 سنة 2021، محققا نسبة نمو تجاوزت 34%. كما ارتفعت المساهمة في الأمن الغذائي عبر توسيع نطاق النفاذ إلى الأسماك ليشمل جميع مقاطعات البلاد، وزادت الكميات الموزعة يوميا من 45 طن يوميا كانت توزع إلى 55 طن، مع زيادة أيام التوزيع والتنويع في أنواع الأسماك الموزعة. وتم أيضا إنشاء مخزون استراتيجي دائم وتعزيز حكامة القطاع من خلال تكثيف الجهود المتواصلة لتحسين الشفافية، حيث حققت بلادنا تصنيف ممتثل من المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد، حيث كانت من أوائل الدول ثاني دولة تحصل على هذا الإنجاز. أيضا تحسن كبير في مجال الشؤون البحرية من خلال إنشاء وتشغيل وكالة موريتانيا للشؤون البحرية، تحسين أيضا كبير في مجال الصيد القاري عبر إنشاء الوكالة الموريتانية لتنمية الصيد القاري وزراعة الأسماك، واللي كان لها الأثر كبير من خلال تشغيلها. وأيضا ظهر تحسن في البنية التحتية المينائية. كما تطرق البيان أيضا لآفاق النشاط القطاعي عبر إعلان إطلاق مسار إعداد الاستراتيجية القطاعية جديدة تعكس طموح فخامة رئيس الجمهورية للقطاع، وتغطي الفترة 2025-2030، وتستند على برنامج العمل الذي تمت الموافقة عليه في إطار إعلان السياسة العامة للحكومة، كما تتضمن الرؤية الموائمة الاستراتيجية. هذه الرؤية الموائمة الاستراتيجية والزمنية مع الاستراتيجية الوطنية للنمو السارع والرفاه المشترك سكاب، وذلك في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى حلحلة الإشكالات وخلق اقتصاد أزرق مستدام يشكل محركا للنمو ورافعا للأمن الغذائي ولخلق فرص العمل. شكرا صاحبنا.